مرحباً بكم في خبر جديد وقضية جديدة. حراك جيل زد في المغرب، ثورة رقمية لليوم الثامن على التوالي. في تطور لافت وغير مسبوق، يواصل جيل زد في المغرب المكون بشكل أساسي من الشباب الذين ولدوا بعد العام 1997 حراكهم الاجتماعي والسياسي لليوم الثامن على التوالي. هذا الحراك الذي بدأ في عدد من المدن المغربية يعد أحد أبرز تعبيرات هذا الجيل عن تطلعاته وآماله في تحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. ورغم أن الحراك كان عفوياً في بدايته، إلا أنه سرعان ما تحول إلى قوة دافعة قادرة على التأثير في السياسة العامة في المغرب. دوافع الحراك: يعد الشباب المغربي جزءاً من جيل نشأ في عالم الرقمنة والتكنولوجيا، مما جعلهم أكثر قدرة على التعبير عن أنفسهم على منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أن المغرب شهد العديد من الاحتجاجات والانتفاضات الاجتماعية في الماضي، فإن حراك جيل زد يمثل نقلة نوعية في طريقة الاحتجاجات وطابعها. فجاء الحراك في البداية رداً على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي طالت فئة الشباب خصوصاً في مجال البطالة والتعليم والصحة. إن جيل زد يرى في هذه الأوضاع غير المقبولة تهديداً لمستقبلهم، ويطالب بتغيير جذري في السياسات الحكومية التي لا تواكب متطلباتهم ولا تعكس طموحاتهم. إضافة إلى ذلك، ينادي هذا الجيل بحقوقهم في التعليم العصري والجيد وفي فرص العمل المتساوية وفي توفير خدمات صحية ذات جودة عالية. هؤلاء الشباب يريدون الحرية والكرامة والمساواة وإصلاحاً سياسياً جذرياً ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وتوزيع عادل للثروة، ويشعرون أن صوتهم لم يسمع بعد. ومن هنا بدأ حراكهم في حصد أعداد متزايدة من المشاركين الذين ينظمون مسيرات واحتجاجات سلمية عبر مختلف المدن المغربية. أدوات الحراك: التكنولوجيا والشبكات الاجتماعية. من أبرز ما يميز حراك جيل زد في المغرب هو استخدامهم المتقن للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية في التنسيق والتنظيم. على منصات مثل ديسكورد، فيسبوك، تويتر وإنستغرام يروج المتظاهرون لمطالبهم ويشجعون على المشاركة في الاحتجاجات بطرق مبتكرة، حتى أصبح الحراك أكثر تنسيقاً وفاعلية. ومن خلال هذه الشبكات استطاع الشباب نشر صور ومقاطع فيديو توثق الاحتجاجات، ما لفت انتباه المجتمع الدولي وجذب الدعم والتضامن من مختلف أنحاء العالم. لم تعد وسائل الإعلام التقليدية هي المصدر الوحيد للمعلومات، بل أصبح الإنترنت والفضاء الرقمي ساحة جديدة للمقاومة والمطالبة بالتغيير. ردود الفعل الحكومية والمجتمعية: في الوقت الذي كان يتوقع فيه العديد من المراقبين أن تقوم الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات قمعية تجاه هذا الحراك، إلا أن الرد الرسمي كان مزيجاً من الاحتواء والتحفظ. الحكومة بادرت إلى تلبية بعض المطالب الاجتماعية مثل تحسين الأوضاع الاقتصادية لبعض المناطق وتقديم وعود بتوفير فرص عمل جديدة، لكنها في الوقت ذاته أكدت على ضرورة احترام القانون والنظام في أي تحرك شعبي. هذه الوعود الحكومية لم تقنع شباب زد، حيث توجهوا برسالة مباشرة للملك محمد السادس، وهذا السلوك يكشف جلياً فقدان الثقة سواء في الحكومة أو الأحزاب السياسية. من جهة أخرى، لا يقتصر الحراك على المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية فقط، بل يشمل أيضاً المطالبة بحرية التعبير والمشاركة السياسية الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول النظام السياسي ومدى استجابته لاحتياجات هذا الجيل. أما في صفوف المجتمع المدني فقد تباينت الآراء حول الحراك، فالبعض يرى فيه حراكاً مشروعاً يعكس مطالب جيل يعاني من الفقر والبطالة، في حين يرى البعض الآخر أنه يعكس حالة من الانفصال بين الشباب والحكومة، ويخشى من أن يؤدي إلى تصعيد الأوضاع وتفاقم الأزمات الاجتماعية. ما الذي يمكن أن ينتج عن حراك جيل زد؟ تساؤلات كثيرة تثار حول تأثير هذا الحراك في المستقبل القريب. هل سيسهم في تغيير سياسات الحكومة المغربية، أم أنه سيكون مجرد ظاهرة عابرة لن تغير شيئا في الواقع المعيش؟
هناك من يعتقد أن هذا الحراك قد يكون بداية لمرحلة جديدة في الحياة السياسية والاجتماعية في المغرب، مرحلة يشكل فيها الشباب قوة لا يستهان بها، ويعيدون تشكيل المشهد السياسي بما يتماشى مع تطلعاتهم. وفي حال استمر هذا الحراك في التوسع والتصعيد، قد يكون ذلك دافعاً للحكومة لتبني إصلاحات حقيقية تلبي مطالب الشباب وتخلق توازناً اجتماعياً واقتصادياً. وفي المقابل، إذا تم تجاهل هذه المطالب، قد يزداد الاحتقان الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والمظاهرات. الخلاصة: حراك جيل زد في المغرب الذي يدخل يومه الثامن على التوالي يمثل لحظة مفصلية في تاريخ الحركات الاجتماعية في المملكة. إنه حراك يعكس صرخة جيل كامل نشأ في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية، ولكنه يتمتع بقدرة هائلة على التحرك والتغيير باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة. وبينما يطالب هذا الجيل بالتغيير والمساواة والفرص، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الحكومة المغربية في تلبية هذه المطالب، أم أن جيل زد سيظل في قلب معركة التغيير؟ شكرا لكم على طيب المشاهدة. لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.